شفت في ناس بقى شكلها وحش قوي في سوريا، يعني سوزان نجم الدين مثلا مؤيده صريحه للاسد، كانت شايفه ان شعبها مش من حقه ينعطى الحريه. إنه الحرية ما بتنعطى لشعب ما بيعرف شو بس معناه. بعد سقوط النظام بتعمل بوست مؤثر جدا عندها على انستجرام، بتقول لك من لحظه سقوط النظام ادركت كم كنا مخدوعين. لحظه عيط في الاخر، بتقول نحن معكم فلا تخذلونا. طبعا احنا دايما مع المنتصر، عايزين ناكل عيش يا باشا. اما بقى السلافه وخرجي اللي اثارت الجدل كثيرا، واللي متصوره مع الرئيس وحرم الرئيس، هو لقها كان واضح وصريح هي مع مين. أكيد مع بقاء النظام الحالي، لأنه النظام والرئيس بشار الأسد تحديدا كان داعم للفنانين السوريين بطريقة كتير كبيرة. بقاء النظام عشان بيدعمنا بس يقتل شعبه عادي. بالنسبه بقى لباسم يخور اللي هو تحس كده ان هو البيستي بتاع الاسد على شخص الرئيس بالنسبه لي. بس احلى حاجه في باسم بقى ان هو ثبت على موقفه بعد سقوط النظام صريح على لسانه، فهو قال ذهبت سوريا ولن تعود ولن اعود لها الى الابد. متهيأليش ان شعبك زعلان من حاجه زي كده، يعني انا شايفه ان انت تروح موسكو تعمل انت وبشار احلى ليالي